علي يا علي، يما حنوقع حنوقع. شبيك يما؟ لا تخافين، احنا مو يمك. يما دام التوت لا تدفنوني بذاك البلد، رجعوني لبلدي، دفنوني بيه لا تدفنوني غريبة. يما احس الطيارة راح توقع. عمش وش تخافين؟ صديق كذيب. انت معليش المدهورة، من هاي سافرنا ظليتي تنقين بحد ما خليتينا عدنا بلدنا وورد ماي، الله لا يوفقك ان شاء الله. عمي ترى ما حد جبرك، انت خليتي نفسك وجيتي وياني. اقول لك اشو طالع لسانك وصارت راددين هواي، وانت جاسم اشو راضى عليها وصاير فد مرة الها متلحلح، شو السالفة؟ يعني راضى عليها شلون تحاكي امك؟ كافة مشاكل من فضحتنا من الناس، مو صاعدين بكية عبرية، ترى صاعدين طيارة احنا. حبايبي الحلوين، طبعا اني سافرت وكذا وصعدت بالطياره، بس غير اني ما احكي مثل ما تشوفون هاي انا داسه وحركات وكذا، حركات المسافرين. حبايبي الحلوين طبعا اني سافرت الاول مره بحياتي اسافر، راح احكي لكم هاي الحقيقه اللي ما حد يعرفها وانتوا هسه عرفتوها. عبالكم اني لافه العالم، لا بالعكس اني ابد ما مسافره وهاي اول سفره الي. حبايبي الحلوين هنا وصلنا للمطار، ومثل ما تشوفون كان الحماس كلش حلو. مثل ما تعرفون اني بهذا اليوم ابد ما نمت الليل، ظليت قاعدة للصبح. كان موعد سفرتي ب7:30 والمطار يردونه قبل 3 ساعات من موعد السفرة. وهنا أنا حبايبي الحلوين دخلت للمطار وكنت كلش متحمسة وفرحانة للسفرة، أول مرة بحياتي راح أصعد طيارة، وإن شاء الله انتم هم تصعدون الطيارة وتجربون الشعور. كتبوا لي بالتعليقات انتم هم مسافرين قبل لو هم مثلي ما مسافرين. طبعا سفرة رحت مدة أسبوع وأرجع. حزروا وين سافرت، مثل ما تشوفون هنا أنا قاعدين بالمطار ننتظر شو وقت تجي موعد رحلتنا. هنا أنا كلش جعت، قلت خلي أطلب ريوق، خلي أتريق، عاد قلت شي خفيف. طلبت شاي، كان سعر الشاي 3000 دينار والكليتشة ب3000. تخيلوا. هنا أنا أختي قالت لي تعالي خلي نطلب نسكافيه، طبعا أنا ما أحب النسكافيه فقلت لها يلا تعالي. طبعا هنا أنا الطلب أوتوماتيك، هنا الألف ما دخل بالجهاز، عاد هي ظلت تحاول. آخر شي قلت لها جيبي خلي أنا أحاول عنه. شوفوا مثل ما تشوفون الألف ما تقبل تدخل، ما أعرف شنو القصة. هنا ظلينا نحاول وهي خطية استسلمت، قالت ماكو ما دا يصير الجهاز ما دا يشتغل، عبالها النسكافيه ب1000 دينار من كل عقلها تريد النسكافيه ب1000 دينار. عاد هي ظلت تحاول. هنا اخر شي قلت لها جيبي عمي انت وحده فاهيه، جيبي الالف خلي انا ادخله عنك. مثل ما تشوفون هنا دخلت الالف ودخل بالجهاز، حاولت شوفوا دخل هنا بالجهاز. طبعا النسكافيه هنا اوتوماتيك ب2000 دينار، بس اذا نطلبها من الكوفي سعرها ب7000 دينار. تخيلوا هنا القط بالمطار مو طبيعي، فانصحكم لا تاكلون شي من المطار كلش غالي. بس شنو واحد مرات من الجوع يعني يضطر يشتري. مثل ما تشوفون النسكافيه هنا طلعت عندنا وبعد معاناة. هنا اجا موعد اقلاع الطيارة، كان الحماس كلش قوي، مو مصدقة واخيرا راح اصعد اني طيارة ولا سفرة سفوري. ان شاء الله هاي مو اول سفرة، ورانا بعد هواي سفرات. حابة اني هاي السنة سنة 2024 افر الدنيا كلها واشوف الاجواء مثل ما تشوفون حركات وكذا وسيلفي بالطيارة. وهنا قعدت اصور بالطيارة واصور الاجواء، ومثل ما تشوفون الاجواء كانت كلش تخبل. هنا أنا صعدت الطيارة طارت، اول ما طارت كان الشعور كلش حلو، هيك قلبي قام يدق يعني ما اعرف من الفرح مو خوف. هنا أنا قعدت اصور. الرحلة هنا أنا كلش طولت. هنا أنا قلت خلي اسوي هذا الترند، رفعت مثل ما تشوفون البردة وطلع بوجهي الجناح مال الطيارة. هنا أنا خرب عندي الترند. وهنا أنا صورت لكم الغيوم كانها قطن كانها ثلج، يعني شي خيالي كلش حلو، يعني أول مرة بحياتي أشوف الغيوم عن قريب. هنا أنا وصل الأكل، طبعا مت من هنا قلت خلينا نشوف شنو بالله راح يقدمون الطيارة. مثل ما تشوفون هنا أنا وصل الأكل، خلي أفتح لكم البوكسينج. هنا أنا تعبت اللي انفتح عندي البوكسينج، بوكسينج كرتونة يعني وكذا، بس حركات يعني. يلا هنا أنا طفيت الكاميرا فتحته ورجعت. مثل ما تشوفون هذا الأكل اللي يقدمون لنا إياه الطيارة،
عندكم هذا هنا البورق وكيكة وعصير وصمونة وجبن مثل ما تشوفون. شو رأيكم بالريوق مالتهم؟ طبعا كان اطيب شي بالاكل هو البورق. وهنا أنا رجعت اصور. تقريبا الرحلة طولت 3 ساعات 4 ساعات، بس طولت هواي صار ملل يعني. مليت اني قلت شو وقت تنزل الطيارة. اخر شي خلصتها نوم، خلصتها نايمة بالطيارة. وهنا نزلت الطيارة ومثل ما تشوفون، وهذا المطار مال الدولة الثانية اللي رحت لها اني. مثل ما تشوفون نزلت الطيارة وكان كلش حماس، وقلت هم زين يعني نزلت الطيارة حتى ارجع وللفندق واروح انام، لان كنت كلش نعسانة وتعبانة ابد ما نايمة. تخيلوا يعني جريت على فد قاعدة. وهنا صعدنا بالباص حتى شنو يودينا للمطار مال هاي الدولة اللي احنا رحنا لها. طبعا انتوا اكيد راح تعرفون شنو الدولة اللي رحت لها اني. مثل ما تشوفون، وهاي الطبيعة مال الدولة اللي زرتها اني. كنت هنا مطفية تقريبا وكل شي ما عاجبني، بس اريد اروح انام لان كنت كلش متخربطة. هنا اكو غلط سويته اني، واتمنى انتو اذا سافرتوا ما تسوون هذا الغلط. كنكت على اسيا سيل الشريحة العراقية، رحت للدولة اللي زرتها اني، وهنا الشريحة ما اشتغلت عندي، واوريدي الرصيد كله راح. تخيلوا يعني المعاناة، وانترنت ما عندي. احنا اذا ما عندنا نت يعني تصير حياتنا صفر لوين منسافر. هنا أنا دخلت للشقة مثل ما تشوفون، وبس شنو من دخلت قلت خلي أروح أفعل انترنت. رحت شديت شريحة جديدة وفعلت انترنت من جديد، $50 اللي عبيته بالشريحة مال اسيسير كله راح، كله طار. وهنا قلت يلا عادي، هو احنا مسافرين ايش نخسر، خلنا نخسر. وهنا وصلت للمكان الموعود، الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام أبو الحسن علي بن موسى الرضا، هو سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو ثامن الأئمة 12 خلفا لأبيه موسى الكاظم، لقب بغريب الغرباء. ليش؟ لأن هو دفن في بلاد فارس بعيدا عن أرضه. مثل ما تشوفون حبايبي كلش كنت فرحانة، وكنت أتمنى أزور الإمام الرضا عليه السلام ونواسيه عن غربته ونطلب أمانينه. هنا دخلنا للمرقد بالمصعد، اللي طبعا أنا دا أصور هذا المقطع حتى أشوف اللي ما زايرين الإمام الرضا عليه السلام، وأخليهم يطلبون أمراض، وإن شاء الله أمانيكم وأمانينا تتحقق. وأني ما نسيتكم بالدعاء، وأحبكم هواي هواي. وهنا كنت كلش متحمسة حتى أنزل من المصعد وأروح أزور الإمام عليه السلام. هنا دخلنا مثل ما تشوفون من هنا مدخل المرقد. وهذا هو مرقد الإمام الرضا عليه السلام. ما بقى شيء لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام. كم واحد راح يروح مشاية للإمام الكاظم عليه السلام؟ اللي راح يروح يكتب لي أنا راح أروح مشاية، واللي ما راح يروح خلي يكتب لي ليش ما يروح، وشنو اللي منعه ما يروح مشاية لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام. هنا دخلنا نزور أنا وأم جويسم، ما نعرف بنظام الزيارة. هنا المفروض خروج، احنا دخلنا من باب الخروج، الناس كلها مصدومة، احنا منين جاي ندخل وجاي نسوي. مثل ما تشوفون هنا من دخلنا هاي المسؤولة على الزائرات قالت مو منا الدخول، منك عادي. احنا قلنا لها ما نقدر، واحنا زايرين وتعبانين وهاي وسهلين امر عادي. هنا الزائرات سهلوا لنا امر وقالوا يلا عادي زوروا. وهنا زرت ودعيت لكم، وإن شاء الله أمانيكم وأمانينا تتحقق. وهنا أنا خلصت زيارة وطلعت من الإمام عليه السلام، دخلت للمول اللي هو بصف الإمام عليه السلام. اسم العملة الإيرانية تومان، ورقة اللي هو الشايب
ناخذها نصرفها وين؟ بإيران. الورقة هي عبارة عن 5 مليون تومان إيراني. خلي أسولفكم على أسعار الغراض هناك بإيران. الورقة هناك لا شيء، يعني أنا من قالوا لي الورقة هي 5 مليون تومان إيراني قلت 5 مليون يعني شيء خيالي. لا، الورقة تقدرون تشترون بها 4 حاجات 5 حاجات. ليش؟ لأن هناك الأسعار خيالية نار. أي واحد أجنبي يجي من خارج إيران يطو أسعار فوق السعر اللي ياخذه هو الإيراني، يعني ضعف نقدر نقول. هم مخصصينهم بطايق، أما إحنا يعاملونه بالضعف. يعني قد ياخذ الإيراني هناك القطعة بيش ب50 تومان، إحنا ناخذها 250 تومان. تخيلوا الأسعار هناك شلون خيالية. قعدنا الصبح كاتلتنا الضوجة، قلنا خلينا نطلع شوية نتونس بمشهد ورحنا المكان سياحي نغير بيه جو. رحلة المكان اسمه طرقبة. هذا المكان عبارة عن جبال وحديقة ونهر ومن هالأمور. مثل ما تشوفون أول ما دخلنا طرقبة صعدنا بالتلفريك. أي واحد يروح الطرقبة لازم يصعد هذا التلفريك حتى نروح إلى المدينة السياحية اللي تبعد تقريبا 20 كيلو أو هيك. مثل ما تشوفون هنا صعدنا بالتلفريك وكنت كلش متحمسة وأبد ما خايفة. أما أم جويسم ماتت من الخوف، رادت تبكي، قالت شوي ردينا هنا عايشة الجو. ومثل ما تشوفون نسوي حركات وهاي أبد ما خفت. كان التلفريك كلش حلو. هو صدق شكله مو أمان، يعني مو مغلق، لا، وإنما هو عبارة عن خلينا نقول مرجوحة تصعد بيها، وهاي المرجوحة توديك للمكان اللي تريده. الله ياخذ شي شغلة يا مدورة ورطيني. عمي. أما أم جويسم خلصتها بكي، أما أني لا، تونست فول ونسة. إلا سفرة سفوري منا بدت سفرتي وقعدت وتونست. ومثل ما تشوفون هاي الألعاب الموجودة بطرقبة، هاي نظارة الواقع الافتراضي ساعدتها وظليت أبكي. ما العلم هو كذب، بس ما أعرف ليش أنا عشت اللحظة بهاي اللعبة. هنا أنا قعدت أسوي حركات وصور بالحصان مثل ما تشوفون حركات وكذا. بس شنو كنت ميتة خوف من الحصان. وهنا أنا صاعدة على الحصان ويجيبوني منه يودوني منه على مود الصورة. تالي طلعت النتيجة كلش حلوة. وأحلى شي صار بسفرتي هو إنه أنا صعدت على الحصان وصورت صورة. لا صدق والله، يعني كانت الصورة كلش حلوة واقتنعت بيها. هنا رحت أستلم الصورة. دير بالك تموت. هنا أنا قعدت أسوي الترند أني وأم جويسم، وهذا الترند مال دير بالك تموت موت 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 موت، لا ما موت ما موت. هنا أنا قعدت أم جويسم من بعيد تصفق لي. وانتو شايفين أكيد هذا الترند كان هم شي كلش حلو. هنا خلصت تصوير وكذا. مثل ما تشوفون هنا صعدنا هاي السفينة الصغيرة قعدت ألعب بالمي وهاي. بس شنو هنا أم جويسم ماتت من الخوف، عبالها إنه السفينة راح توقع بينا. قلت لها وين صاير هاي؟ يعني بالنسبة إلي أني ما أخاف، مستعدة أي لعبة خطرة أو شي أصعدها، ماكو خوف. هنا كانت الأجواء كلش حلوة. هنا رجعنا وتعشينا. مثل ما تشوفون كان أكل أبد ما طيب. وهذا السكن اللي قعدت بيه أنا مثل ما تشوفون متكون من غرفة نوم واستقبال ومطبخ وغرفة نوم ثانية. حبايبي أحب أقولكم إنه بعد عندي هواي مقاطع للسفرة، هواي أماكن سياحية رحت لها. اللي أريده منكم توصلون المقطع 100,000 لايك حتى أنا أكمل لكم باقي المقاطع وجزء من رحلاتي وين رحت وين إجيت. بس أحب أقول لكم الأكل العراقي ما يتعوض. هنا الأكل كان أبد ما طيب. ويشتهرون بالثوم. الثوم وين ما نروح ثوم، الثوم يا ثوم. ولهنا ينتهي الفلوج، وأحبكم هواي ويلا باي 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 باي. نسيت أقولكم عندهم تلفزيون ترى.